عسلامة ومرحبا بكم. اليوم غسيت جديدة وحصرية مع أمولة، طريقة مزيانة وبنينة زادا كيف باش نحشيو بها نعملوا تمر، يعني محشي ولا دقلة محشية. هوني خذيت الكمية، تاخذوا الكمية اللي تحبوا عليها انتوما. بطبيعة الحال إذا باش نعملوا معناها عجينة نغسلوه، لكن كي باش نعملوا يعني هكا محشي والكل ما نمسحوا جوست بالماء عطرشية. هذه طريقتي. دونك ننظفوا بطبيعه الحال، نحيو هكا من داخل ونتفقدوا الكل. بالنسبه لهوني خذيت 100 غرام معناها لوز ابيض مرحي، باش نضيف له مغرفه كبيره بيغ دو كاكاوات، زبده الفول السوداني دونك نحضرها في الدار الحقيقه، وماء سامحوني مش ماء حليب نستلي زاده كيف ولا حليب محلى. دونك نعملوا زاده في الدار كيف تلقاو لي غوسيت يعني في القناه نتاعي ولا في الفيديوهات اللي قبل. ناخذوا هوني بالكعبوره بنينه برشا، وصدقوني جربوها، حاجه جديده لكنها بنينه ومميزه زاده كيف حتى معناها وبريزونطابل زاده، نحطوها حاجه على الطاوله مزيانه برشا. ناخذوا التمر نتاعنا وكنشكلوا كعبيرات ونحشيو من بعد بطبيعه الحال الزينه كيف ما تحبوا نتوما، تزينوا بالفاكهه تخليهم كيف ما هما كيف ما تحبوا. انا الحقيقه ما نحبش نغطسهم في الشوكولا والكل، نحب نزين بشويه فاكهه. هوني زينت الحقيقه بالبفريوه بالجلجلين بالبينيون اللي هو البندق، فوالا تزينوا باللي عندكم الحقيقه في الدار. هذه هي الطريقه اللي حبيت نبارطاجيها معاكم الناس الكل. نحبكم برشا، ما تنساوش لايك وبارطاج وطلعوا الفيديو بنين. وبطبيعه الحال حاجه بنينه زاده كيف كيما قلت لكم بنتي ربي يفضلها لي وانتم ربي يفضلكم ما عندكم. في امان الله الناس الكل، بسلامه.